الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات بيت العيلة، بيت المصريين جميعا على شاشة قناة العائلة. النهاردة حلقة يوم الاثنين الخامس من ديسمبر 2022، إن شاء الله تكون حلقة متميزة. الموضوع الأول اللي معانا النهاردة هيكون حول مبادرة تدشين البورصة السلعية للخضر والفاكهة. مسألة شديدة الأهمية لأنها نقدر نقول بتتحكم بأسعار الخضر والفاكهة. آه، ودي مسألة أصبحت مهمة للميزانية الخاصة بكل بيت مصري دلوقتي، مع الارتفاع العام في الأسعار. كل ما له علاقة بهذا الموضوع هنعرفه أكتر، وهنعرف أكتر أيضا عن أحوال الفلاحين المصريين واحتياجاتهم. الفقرة الثانية هنتكلم فيها عن نتائج مؤتمر المناخ، وده موضوع لا يقل أهمية لأنه كان في مجموعة كبيرة جدا من الأحلام والقضايا الملحة المرتبطة بهذا المؤتمر. وما كانتش خاصة بمصر فقط، لا، خاصة بالعالم ككل. عايزين نعرف آخر ما استقرت إليه الأمور، لأن كان في أكتر من خلاف وجهات النظر، ولا سيما ما بين الدول الغنية اللي هي مصدر التلوث الأساسي، والدول الفقيرة اللي هي المتأثر الأساسي بنتائج التغيرات المناخية والتلوث. والحقيقة أنه الدول الغنية أكثر من مرة كان المفروض أنها تدفع معونات علشان إصلاح ما أفسدوه في دول أخرى عندها تحديات اقتصادية، وكان في نوع من أنواع عدم الاهتمام بتنفيذ هذه المساعدات المالية شديدة الأهمية. فهنعرف أيضا وصلوا لإيه في هذا الموضوع، وعدد آخر من القضايا اللي تم نقاشها بشكل كبير جدا في هذا المؤتمر. اسمحوا لي ان انا استاذن حضراتكم، هنخرج في فاصل ونرجع تاني عشان نستقبل اول ضيوفنا ونبدا اول فقرتنا. نحمده ونصلي على نبيه العظيم الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. رجل يزن أمة، ذلكم العالم الرباني الذي قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حقه: خذوا القرآن من أربعة. وبدأ النبي به ثم قال: من ابن أم عبد رضي الله عنه ورضي الله عن أمه، وصلى الله على أستاذه محمد صلوات ربي وسلامه عليه. من أراد أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليأخذه من قراءة ابن أم عبد، ذلكم العالم الرباني قصير القامة ولكنه كبير القيمة عند الله عز وجل. أستطيع الآن أن أقول إنه رجل يزن أمة رضي الله عنه وأرضاه. أول من جهر بالقرآن الكريم أمام المشركين جهر بقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى آخر الآيات. رضي الله عنه وارضاه. لنا الآن أن نتخيل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يصعد شجرة حتى يأتي بسواك، شجرة الآراك، فالصحابة رضوان الله عليهم ضحكوا جميعا لقلة ساقه، فقال المعلم عليه الصلاة والسلام: تضحكون لساق ابن مسعود، إن ساق ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد، رضي الله عنه وأرضاه. مشاهدينا، عدنا لحضراتكم مرة أخرى. ضيفي في هذه الفقرة هو الحاج مجدي أبو العلا، نقيب فلاحي محافظة الجيزة. أهلا بك يا حاج. اهلا وسهلا استاذ رند. الحقيقة أنه القطاع الزراعي شهد مجموعة من الطفرات شديدة الأهمية في الفترة الماضية، ممثلة في عدد كبير من المشروعات التي تبناها سيادة الرئيس، زي مثلا المليون ونص فدان، والمشروع الخاص بالصوبات، والمشروع الخاص بالمخازن. مجموعة كبيرة جدا من هذه المشروعات التي يفترض أنها تصب في مصلحة الفلاحين، وبالتالي مصلحة المواطنين، لأن ده أمن غذائي، وإحنا ما نقدرش نعيش من غير ما نبقى ضامنين أنه في خضار وفواكه وبقوليات وما إلى ذلك بيتم زراعتها في مصر.
ده بيقودنا لموضوع هو بورصة السلع. استصلاح بورصة السلع الخاصة بالخضر والفواكه. عايزين نعرف هي بتعمل ايه بالظبط، هل هي جديدة، فرقت ايه بقى عن سابقتها اللي كانت بتقوم بنفس الوظيفة؟ وحضرتك البورصة السلعية دي هتضم سلع كتيرة، مش بورصة زراعية بس. احنا كنا بنطالب بإنشاء بورصة زراعية تجمع ما بين حاجتين: المنتج الزراعي والمنتج البقولي أو البذور، وجميع أنواع البذور اللي يعني تخص المنتج الفلاح. الزراعي ومستلزمات الزراعة. بالظبط، اللي تمام. هي لا يعني احنا كنا عايزين يبقى لها شقين: شق اللي هو الخضروات والفاكهه في البورصه، وشق تاني للبذور والايه وجميع انواع البذور، عشان يبقى عندنا بذور وعندنا الفاكهه تمام. والخضروات. ولكن هي لما اتنشأت بورصه سلعيه، يعني ممكن يخش فيها سلع اخرى غير الزراعه، يعني ممكن يخش فيها بقى معادن، ذهب، بترول، يعني بورصه سلعيه مفتوحه. انما هو احنا كنا نتمنى ان بورصه زراعيه خاصه بالزراعه والبقوليات والبذور، عشان يتوفر للفلاح البذور بتاعته امنه وما نستوردش من بره ونوفر عمله صعبه. وايضا المنتج في الزراعي هذه الحالة هتشمل المبيدات والمخصبات الزراعية وكل الحاجات المرتبطة بالزراعة، مش كده؟ المبيدات خاصه بوزاره الزراعه، في قطاع والأسمدة؟ والاسمده اسمه قطاع الخدمات، بيبقى عن طريقه بيبقى فيه المبيدات الحشريه، ودي بتيجي لو حتى ما أنا بسأل حضرتك ليه؟ لأنه في فترة من الفترات كان بيتم استيراد مبيدات غير آمنة وحتى حاليا من بره. كويس. مبيدات ومخصبات بيتم استخدامها ازاي طالما وزارة الزراعة هي المسؤولة عن هذا الموضوع؟ ما هو المفروض احنا بنقول نشدد الرقابه على المبيدات اللي هي ملهاش مصدر، وعايزين فتره التحريم تبقى على كل مبيد فتره التحريم بتاعته والصلاحيه بتاعته واستخداماته، عشان ما يبقاش فيه تأثير على المزروعات او متبقيات في الارض والتربه. إلى أي مدى توفر المنتجات الزراعية يؤثر على سعرها حقيقة، علما بأن احنا عادة عندنا إشكالية تانية هي خاصة بدوائر النقل المختلفة وصولا للمستهلك، وبالتالي الفلاح لما بيبيع رخيص، لكن هي لما بتوصل للمستهلك بتكون غالية. ايوه حضر، يعني الوقت الفلاح مثلا احنا هنتكلم ولو منتج الرز مم. ليه غلي؟ هو يعني احنا من قيمه 6 اشهر قبل زراعه الرز قلنا الحمد لله، لان كانت وزاره الري طلعت قرار بمنع الفلاحين زراعه الرز اكتر من 2.5 مليون فدان، توفيرا للمياه. قلصوا الزراعه ل 750 الف فدان. احنا مع القرار لان كنا عايزين نوفر ميه، الكلام ده من ايه؟ من سنتين. انما السنه دي من 6 اشهر بس، لما حصلت المشكله بتاع روسيا واوكرانيا وما ما مدوناش بالقمح خطوط الامداد فاحنا قلنا ايه؟ قلت. لا احنا قلنا كفلاحين، قلنا ان البديل على السفره بدل رغيف العيش اللي هو الرز. فاحنا قلنا ايه؟ واحنا الحمد لله في فائض في بحيره ناصر للميه، تمام. وقالوا نفتح خور توشكا عشان الميه زادت فوق ال 170 متر. جميل. فالخور اتفتح واتملى المفيض، وبعد ما اتملى المفيض الاحتياطي وعندنا فائض من المياه. فقلنا ما دام عندنا فائض من المياه لابد نزود مساحه لابد ان القرار بتاع وزير الري يعني يحاول يعني يغيره ويدي مهله للفلاحين، يقول لهم بدل 750 نعلي تاني انتاجيه الفدان، بدل ما 750 نخليهم مليون ونص تاني، بحيث ان نعلي انتاجيه الرز ما دام عندنا ميه. يبقى لو علينا انتاجيه الرز هنوفر الرز. النهارده كله بيقولوا فيه رز غالي وواصل ل 20 جنيه. طب احنا لو هم سمعوا كلامنا وما عملوش محاضر للفلاحين وسابوا الفلاحين بدل ما 750 ألف نوصل لمليون ونص تاني، ما دام الميه موجوده ما كانش هيبقى في اسعار عليت، كان الرز هيتوفر. وفي نفس الوقت السيد وزير التموين عايز ايه؟ حاجه تانية. لا دي نقطه في الآخر مهمه. ده قرار دوله، ما ينفعش رغم قرار الدوله انه الفلاح ياخد هذا القرار. لا مش احنا ما بناخدش قرارات، وبالتالي طالما في فلاحين خلفوا قرار الدوله يبقى لازم يدعم. لا احنا ما بناخدش قرارات، احنا بنقول ايه؟ القرار اللي منع الفلاحين عن زياده عن 750 ألف ده قرار صائب
عشان كان عندنا نقص ميه. لما بقى في وفره في الميه وفي نقص في القمح في السوق العالمي عشان روسيا واوكرانيا والبحر الاسود والموانئ اتقفلت، اذا ايه بديل رغيف العيش على السفره؟ الرز. يبقى ندي متسع للفلاح، نقول له إيه؟ زود الانتاج تاني وازرع افدنه اكتر، بحيث ان احنا نوفي رقم واحد. مش هنصدر، احنا مش عايزين نزرع رز اللي نصدر، لا، نوفي بطايق التموين عشان المواطن البسيط يلاقي الرز بتاعه على التموين. النقطة الثانية نوفر الرز للسوق المحلي عشان المواطن لكن يلاقي رز محلي نؤكد موجود. كان هيبقى الرز ب6 جنيه. أنا فاهمة حضرتك وجهة نظرك، بس هو صناع القرار بيبقى عندهم مجموعة أخرى من الاعتبارات الخاصة فيما يتعلق بأزمة زي أزمة المية وسد النهضة واللخبطة اللي حاصلة دي. ففكرة إنه نقدر نحافظ على مية عندنا بتأمننا في السنين اللي جاية دي مطلب جماهيري، لأنه الحمد العطش لله. أفظع من إنه عندنا رز ولا ما عندناش. كمرحلة للأمن الغذائي بالظبط. يعني أكيد ليهم كان وجهة نظر في هذا الموضوع، بس أعتقد يعني حضراتكم لو كنتوا تقدمتوا بمجموعة كافية من الطلبات لجهات الدولة، أعتقد كان يبقى في كلام في هذا الموضوع. خلينا نتكلم على جزئية تانية. احنا بنتكلم على الخضر والفاكهة، وقلنا إنه مدى توفرها قد يؤثر على الأسعار. كان في السعر اللي بيصل للمستهلك ارتفاع الأسعار بوجه عام بسبب ارتفاع أسعار احتياجات الزراعة بيؤثروا على المستهلك، وكان مرتبط بأنه في سلاسل تانية كتير للنقل ما بين المستهلك والمزارع. هو طبعا كم في المية كده؟ هو الأسواق، يعني الأسواق المفروض أنا كفلاح باخد المنتج بتاعي في 3 أنواع من الإنتاج، سواء موالح، سواء خضر، سواء فاكهة، تنزل الأسواق. الأسواق بيتعمل عليها مزاد، يعني مثلا وليكن محصول الطماطم مثلا بيتعمل عليه مزاد. المزاد ده بيبقى حسب العرض والطلب وحسب الإنتاج. يعني مثلا الكم عالي في الإنتاج، يبقى فيه إنتاجية جامدة، فهيبقى المعروض كتير، فهيبقى الطلب كل اللي هيطلب هياخد في المزاد، وفي النهايه هيزيد، فممكن يحصل تصدير. فدلوقتي في اماكن تنشير للطماطم في صعيد مصر عشان الجو حر هناك، بيتعمل حاجه اسمها المناشر، بتتقطع الطماطم دي وتتنشر وبتطحن وبتتصدر صلصه، يعني بودره للطماطم، بتعمل صلصه في الاتحاد الاوروبي. طيب ده بيقودنا لسؤال تاني. احنا الفقرة التانية عندنا هنتكلم فيها على التغيرات المناخية وتأثيرات مؤتمر المناخ وآخر القرارات اللي تم اتخاذها فيه. كنقيب للفلاحين، حضرتك في أرض الواقع أكثر قربا لما يحدث، قد إيه من الحاصلات الزراعية المصرية تأثرت بسبب أنه الصيف بيطول، وأنه الشتاء أصبح أحيانا ساقع جدا وأحيانا بيتأخر، وأحيانا قصة اللخبطة حصل فعلا التغير المناخي أذى الفلاحين والمنتج الزراعي بشكل كبير، وعلى رأسهم لما جت سيول. يعني مثلا التغيير المناخي عمل سيول، السيول دي أثرت على المنتج الزراعي وعملت فقد كتير لمزروعات كتير، اللي هي المزروعات الضعيفة اللي ما تقدرش تتحمل. زي يعني مثلا يعني مثلا النخل، احنا عندنا الحمد لله مصر دلوقتي بقت اولى دول العالم في انتاج التمور، فطبعا النخل بيتحمل الحاجات دي. لكن الطماطم ما تستحملش، عشان كده كانوا بيقولوا مجنونه يا طماطم. بالظبط. تمام. فطبعا المزروعات اللي هي الضعيفه ما بتتحملش السيول، فكان في فقد كبير في المنتجات للسيول. حصل كمان ارتفاع درجه الحراره، ادى ذلك ارتفاع درجه الحراره لتساقط الازهار بتاع الخضروات، ولما بيحصل تساقط الازهار بيقل المنتج، لان ما بيقعدش الزهريه اللي بتقعد بتطلع ثمره. زائد برضو الامطار في غير موعدها، يعني في اوقات بتحصل امطار في غير موعدها، سيول جامده في الامطار. ما كانت الاول امطار ضعيفه، دلوقتي امطار بتبقى يعني رعديه. السنه دي كانت بتمطر في الصيف بالظبط. زائد برضو التغيير المناخي ادى فيه رياح شديده. يعني كان الاول برضو الرياح بتيجي حاجه بسيطه، النهارده الرياح لما بتقوم بتقلع اشجار، يعني رياح بتوصل لايه، زي ما بيقولوا كده لما بيحصل في كاليفورنيا في امريكا بتاع يقولوا تسونامي، هواء وزعابيب واعاصير. فطبعا بيحصل هنا كالاتي برضو في الاراضي الصحراويه،
هواء بيبقى جديد، الهواء شديد أوي. فبيحصل بيقلع الاشجار، مش المزروعات، بيقلع اشجار كبيره لها عمر كبير، فده بيأثر. فاحنا عندنا حلول برضو كفلاحين. يعني احنا بنقول في السابق في ال20 سنه اللي فاتوا كان البرنامج الانمائي للامم المتحده بيساعد الدول الفقيره، انها بيساعدها على توفيق الاوضاع. لا ده كان بيساعدها على مكافحه التصحر، لان احنا في شمال افريقيا وعلى راسهم مصر تصحر. احنا عندنا يعني 8% بس دلتا ووادي النيل، والباقي تصحر. فالتصحر ده هم يعني في اوروبا بيقولوا ان سبب ارتفاع درجه الحراره المصانع زائد التصحر. طب احنا عايزين نكافح التصحر واحنا معلش يعني امكانياتنا ضعيفه كفلاحين. المفروض البرنامج الانمائي للامم المتحده يدي لمصر معونات اللي هي لا ترد، ونبدا نزرع في الصحراء ونخضرها. لو الصحراء دي تعمل لها مكافحه فعلا للتصحر واتزرعت، هيحصل كالاتي: درجه الحراره هتقل، هيحصل تبخر من المزروعات، هيحصل الندى اللي بيحصل، لان الندى ما بيحصلش في صحراء، لازم يبقى فيه مزروعات، فبتقل درجه الحراره. ولو قلت درجه الحراره يبقى احنا فعلا كافحنا التصحر، وبقينا خطوه يعني، او خطينا خطوه في ان احنا نساعد الناس اللي هم قالوا عايزين نعمل مؤتمر المناخ عشان نقلل درجه الحراره، عشان ما يحصلش ذوبان للتليج في الشمال، والانهار بتعلى والبحور بتعلى ويحصل غرق للمدن. كل دي احنا في غنى عن ذلك. طيب يا حاج، هو فعلا في عدد كبير من المشروعات اتعملت الفترة اللي فاتت كانت ضرورية جدا، من ضمنها مثلا 1.5 مليون فدان، إعادة تشغيل توشكا لأن يعني كان الاهتمام قل عنها شوية، فرجعت تاني تعمل بكفاءة. عايزين نعرف أهم المشروعات الزراعية اللي عملت طفرة في القطاع الزراعي، ومحتاجين إيه أكتر من هذه المشروعات ومن المشروعات الأخرى اللي ممكن إنها تخدم عليها. هو حضرتك قلتي إعادة تشغيل توشكا، هي من الأساس ما اشتغلتش. هي كان في 100,000 فدان لسين من الناس، هم دول اللي كانوا متاخدين، وتوشكا كانت واقفة. إنما الحمد لله بعد ما القيادة السياسية خدت قرار بإن الصخور اللي بتعوق الترعة بتاع الشيخ زايد، القوات المسلحة الحمد لله فجرت الصخور دي ومشت الترعة. إذا المشروع بدأ من هذا التاريخ. مشروع توشكا بدأ من هذا التاريخ. يعني حقيقة حقيقة لسه بادية لان مؤخرا. مفيش المزروعات اللي كانت بتزرع في السابق كانت برسيم حجاز وحاجات بتتصدر بره، ومصر ما بتستفادش منها. انما الاستفاده الحقيقيه للمصريين على ارض الواقع لما القياده السياسيه الحمد لله خدت قرار بان الترعه دي واقفه ليه؟ قالوا ده في صخور في الارض منع وصول شيل. فكانت القوات المسلحه سباقه وجابت الغام وفجرت وفحتت الترعه، وبقت صرح، بقت فرع وشريان جديد للنيل غرب مصر في الصحراء الغربيه. ده هيبقى موازي لنهر النيل. فهو بدأ المشروع من لما من بعد قرار السيد الرئيس. فبدأ دلوقتي في مشاريع سوب ومساكن للمزارعين هناك، والشركات خدت ارض، وان شاء الله هيبقى في طفره. وحاليا واحنا بنتكلم دلوقتي حقيقي تحيه اجلال وتقدير القوات المسلحه انها بتوضب ارض عشان اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيه، بذره القمح. احنا عندنا نقص في القمح، وان شاء الله يبقى في البذور بتاعتنا موجوده عندنا. البذور موجوده حاليا مش محتاجين حاجه من في بره. الصوامع الجديده اللي الرئيس عملها موجوده. ده 70 صومعه جديده ما كانش فيه، كانت كلها مهلكه. الحمد لله ان ال70 صومعه اللي اتعملوا اتخزن فيها اقماح سواء محليه او اللي استوردناها. هو مشروع الصوامع عمل صوامع جديده ولا رفع كفاءه الصوامع القديمه؟ لا، رفع كفاءه المخازن اللي هي تابعه البنك الزراعي، اللي هي الشون، كانت ترابيه من غير سقف من غير اسوار، القوارض بتاكل، الطيور بتنزل تاكل، الامطار بتنزل على القمح بتزرع، تمام، الشمس بتنزل على القمح بتسوسه. النهارده القوات المسلحه نزلت عملت هناجر وغطت الشون، عملت له اسوار، عملت له بوابات، بلطت الارضيات عشان الفقد، عشان العصافير ما تاكلش، عشان القوارض ما تخشش. ايه من الحاجات دي؟ نعم يا فندم. كان نسبه الفقد قبل كده كتير جدا، ده حوالي 20% او 25% فقد بقى قوارض مع تسوس للشمس، مع طيور، مع اللوادر كانت بتيجي بتشيل رمل ونقول العيش في حصو ليه. انما النهارده الحمد لله منتج الرغيف محترم للمواطن وللمستهلك، لان حصل طفره في الشون
طوروه. اما الصوامع اللي بتستقبل القماح من بره تابعه لوزاره التموين وليس للبنك الزراعي، تم تدشين 70 صومعه جديده، وجاري جميل. عمل صوامع اخرى لاستيعاب ايه بقى؟ الاقماح اللي بتتزرع حاليا في الاراضي اللي اللي بتتوضب هتبقى جديد. لان مصرية القياده من الأول السياسيه للآخر. حاطه هدف ان احنا ممكن نوصل للاكتفاء الذاتي للقمح. يا رب فمش نرجع. هينفع نوصل للاكتفاء الذاتي الا لما الرئيس بيطبق الماده 29 في الدستور اللي هي ايه؟ تلتزم الدوله بتوسعه الرقعه الزراعيه. فالحمد لله هو بيترجمها على ارض الواقع، والرقعه الزراعيه بتتوسع عن طريق القوات المسلحه المحترمه بانها شغاله ليل ونهار في 3 ورادي 8 ساعات 8 ساعات 8 ساعات على مدار ال 24 ساعه. يعني الناس فالإنجاز بتبقى سريع. نايمه والقوات المسلحه شغاله بالليل طيب. وبالنهار والصبح والظهر وبالنسبة في توضيب. لمشروع وان المليون شاء ونص. الله السوب هتظهر في الموسم الجاي. الاستقبال بتاع الاقماح المحليه تبقى اكتر من المستورد يا ريت باذن يا الله. ريت ربنا ما يحوجنا لأي حد. باذن الله. مشروع مليون ونص فدان أخباره إيه؟ ما هو ده من ضمن المشروع ونص ان القوات المسلحه داخله عشان توضب وتزرع المنتج الاستراتيجي اللي هو القمح. وتاني حاجه واخدينها اللي هو الفول ان شاء الله. برضه هيبقى بدل ما نستورد فول وعدس هيبقى فيه لا، ان شاء الله أساسيات الأكل وفرة بتاع في الإنتاج. المصريين. طبعا. ما احنا حضرتك بص دلوقتي احنا عندنا وفره في انتاج التمور وبقينا اولى دول العالم، تعدينا العراق في اوائل تصدير التمور. فاحنا يبقى ده منتج استراتيجي. احنا ممكن نعيش 6 اشهر على التمر ناكله بميه نعيش ما يموتش الانسان. لا، والموالح كمان انا اقصد لا والزيتون دي الحمد رقم لله واحد. ربنا تمر. كرمنا في أكثر تمر. من منتج. اما الموالح عندنا وفره وبنصدر موالح وبرتقان وليمون واستفندي وجميع انواع الموالح. بنصدر فراوله. عندنا وفره في البطاطس وبنصدر بطاطس وطماطم. عندنا كل حاجه. الخضروات ما شاء الله بنصدر جميع انواع الخضروات. والحقيقة طبعا من المؤسف ان يبقى في حرب في اي مكان. طبعا بيأثر على الكره الارضيه كلها. بس في الاخر ده فتح لنا فجوه ان احنا نصدر لاوروبا عدد كبير جدا من الحاجات اللي كانت بتستوردها من روسيا واوكرانيا. ايوه. منتجات زراعيه فتحت أيوة. لنا أيوة. اسواق لو قدرنا فعلا ان احنا نتمكن من الحفاظ عليها وعلى مكاننا المفتوح الجديد ده وان احنا ننميه هيفرق معانا جدا. يا فندم سواء في الداخل اللي أو عايز في يعرف مدى قوه التصدير او القوه التصديريه الزراعيه بتاع مصر يتفضل يروح المطارات والمواني يشوف كم التصدير بتاع الخضروات. ولو حب يعرف بلاش يعني التصدير خلينا في السوق المحلي ينزل الاسواق المحليه ويشوف انتاج مصر قد ايه مشروع والخير الدلتا بتاعها الجديده قد ايه. اخباره ايه؟ الدلتا الجديده الحمد لله القياده السياسيه صدر قرار بانشاء الانبوب المائي اللي هو جاي من فرع رشيد عبورا من تحت رياح البحيري ورياح الناصري بالانابيب. تحتيها يبقى في صحارى ويخرج على الصحراء الغربيه يروي الصحراء الغربيه يبقى شريان اخر لنهر النيل في الصحراء الغربيه بس مش من الجنوب زي ترعه الشيخ زايد، يبقى من الشمال على ضفاف الطريق الضبعه السريع. وهيبقى خدمه هيبقى في خدمه للمشروع الدلتا الجديده ده اللي هو القطار السريع ومشروع الضبعه. دول يعتبروا مشروع نقل كبير جدا للمزروعات والخضروات اللي موجوده. طيب يا حاج، احنا عندنا مجموعه المشروعات الجديده وعندنا مزارعين في الاماكن الزراعيه التقليديه اللي كانت موجوده بقى لها كتير جدا، اللي هي الموجوده فعلا في الدلتا والموجوده في محافظات مصر مختلفه على جوار النيل. طبعا هذه الاراضي برضو كانت بحاجه لمساحات من الرعايه شديده الاهميه. طبعا سمعنا عن مشروعات لتبطين الترع، سمعنا عن مشروعات كبيرة أخرى. في إيه تاني من المشروعات من الممكن إنها تسهم في زيادة إنتاجية وتحسين أوضاع الفلاحين في مناطق الزراعة التقليدية القديمة اللي هي الأرض بقى بتاعتنا اللي احنا كنا بنزرع فيها زمان دلوقتي والدولة متبنياه اللي هو الزراعة بالتنقيط وتحويل الأراضي بالغمر كلها لتنقيط. دي عشان يرفع الإنتاجية، يقلل نسبة الحشائش، يقلل نسبة المبيدات، يقلل نسبة الكيماويات، يرفع من الإنتاجية، يرفع طبعا ده وبعدين هنوفر في المية. وبعدين المية طبعا بعد تبطين شرايين مصر اللي هي الترع المية بقت نظيفة ونقدر نستخدمها للمياه بالتنقيط. طيب خلينا أسأل حضرتك سؤال تاني.
طبعا مصر الفترة الماضية كان في مجموعة جدا كبيرة من الطرق المتميزة للغاية. الطريق الصحراوي مثلا سبحان الله طبعا بقى واسع جدا وجميل جدا، وده اسهم في النقل وقلل تكلفه النقل وما الى ذلك. وانت ماشي في هذا الطريق هتلاقي المزارع على اليمين والشمال، تحس ان هو مش صحراوي اصلا. بقى الطريق الصحراوي القديم المزروع اللي في غرب مصر بقى دلوقتي زراعي آخر. طيب الطرق الزراعيه في مصر هل اللي هي ما بين بقى القرى وبعض، هل وجدت نفس الاهتمام ولا لا؟ هو دلوقتي حضرتك احنا عندنا يعتبر في مشكلة بتأرق تلت سكان محافظة الجيزة. الطريق الأبيض كان رابط من الطريق الدائري وتوصل لحد الصحراوي، كان طريق صغير وقاسم تلت المحافظة، يعني في قرى زراعية شمال ويمين. والفلاحين بيعدوا الطريق عادي لأنه الطريق كان صغير الأول، وبيعدوا الطريق بمواشيهم ومزارعهم وكل حاجة. الوقت الحمد لله الطريق اتسع، والقيادة السياسية ادت أمر بتوسعته عشان يربط ما بين محور كمال عامر والدائري، ربطا بإيه؟ يربط بإيه؟ بالصحراوي. احنا مبسوطين جدا لأنها نقلة حضارية ممتعة ممتازة، نقلة حضارية جميلة، احنا يعني مبسوطين. ولكن كنا نتمنى ان يراعي الفلاحين اللي هم على شمال ويمين الطريق. عايزين بقى دلوقتي هم الارض اتفصلت، في ارض زراعيه شمال وارض زراعيه يمين والطريق في الوسط. كان الاول بيعدوا على الطريق عادي لان الطريق كان ضعيف، كان صغير، بس ضعيف. كان بيبقى فيه حاليا دلوقتي حوادث عليه كتير. حاليا الطريق دلوقتي يا استاذه رندا بقى نظام المحور او الدائري. هل حضرتك تقدري تعبري الدائري؟ سواء بعربيه سواء بعجله بمكنه باي حاجه، ممنوع. ممنوع ان حد يعدي الدائري. الوقت الطريق الابيض بقى دائري خلاص، سريع بهذا القوه والاتساع اكتر من الدائري زحمه والعربيات بس الناس بقى بتعدي منين؟ ما انا هقول لحضرتك اهو. دلوقتي اللي عارفين احنا كفلاحين بقى تلت المحافظه اللي هي المعتمديه وبرك الخيام وناهيه وبني مجدول وابو رواش، المناطق دي كلها يعني مليئه بالسكان، وفي نفس الوقت قرى زراعيه بتورد للقاهره الكبرى يوميا. مش الخضروات بس، لا الخضره اللي هي الشبت والبقدونس والكزبره كل الخضروات. لازما القاهره الكبرى تستقبل كل صباح الخضروات اللي هي الخضره اللي هي طبعا غير الخضار بقى الخس والحاجات دي. فطبعا الوقت الفلاحين عايزين يعدوا، بتحصل حوادث، ما يقدرش يمشي بعربيه كارو على الطريق ده ويعبره، ما يقدرش يمشي بالاغنام بتاعته بالمواشي بتاعته رؤوس الماشيه، مكنه الميه هو بيجرها ورا العربيه عايز يوديها، عنده عزاقه عنده موتور كل دي. فاحنا بنطلب طلب يعني بسيط، ان لسه الطريق شغال وسريع، ولكن لسه ما تسلمش للقياده السياسيه انها تيجي تفتحه. جميل. بنطلب انفاق من تحت الطريق عند كل مدخل كل قريه، علشان لا يا فندم من تحت منه قصد كل مدخل قريه، يعني كل قريه يعني يبقى الطريق السريع من فوق وفي انفاق علشان الناس تعدي من القرى من الجنب للجنب والناس توصل اراضيها. حضرتك مالناش دخل بالطريق فوق خالص، يبقى سريع زي ما هو ويتعمل نفق بس من تحت عند كل مدخل عمومي للقرى عشان الكتل السكنيه والسكان يقدروا يوصلوا للمزروعات بتاعتهم، ينقلوا المنتجات بتاعتهم، ينقلوا المواشي بتاعتهم، الابقار بتاعتهم، الجاموس، الاغنام، الابل، الخضروات اللي هي. حضرتك بتقولي نفق مش هينفع كوبري لان حضرتك لا كباري المشاة مش هتنفع لان بيبقى فيه حيوانات وبيبقى فيه مكان ميه وبيبقى فيه حاجات. احنا كده تحت امرهم اللي يامروا بيه، يعني احنا بنستغيث بالقياده السياسيه، واحنا عارفين ان مفيش حاجه بتقف. لما القياده السياسيه بتؤمر باني، وهو على فكره سياده الرئيس ما بيرفضش حاجه للفلاحين. ده حقيقي. احنا كفلاحين بنطلب من الرئيس من قناه النيل المحترمه من التلفزيون المصري، بنقول له يا ريس الطريق الابيض في المعتمديه وبرك الخيام وبني مجدول وناهيه وابو رواش محتاج حجب الفلاحين انهم يروحوا ارضهم. وطبعا سياسه الدوله ممنوع التبوير، فانا مش عايزين حد يبور ارضه، وعايزين الخضروات دي تطلع كل يوم طازجه للقاهره. جميل. بنورد كل يوم سواء للمطارات للتصدير الخضره وللسوق المحلي للقاهره الكبرى. فالفلاحين عايزين المواشي بتاعتهم يودوها عشان يغذوها، والخضروات بتاعهم ينقلوها، المكن الميه، الرشاشات، الجرارات، العزاءات، كل دي هم محتاجين طلب بسيط. كل مدخل قريه
يبقى في نفق تحت يعبروا بامان وسلام كده من تحت يبقوا كام؟ الطريق. وكده يبقوا كام نفق؟ كل قريه هيتعمل، هو هينزل لجنه تشوف كل قريه في نفق يتعمل قصد القرى. يبقى عملنا ايه بقى؟ وفرنا احتياجات كل القاهره الكبرى كل يوم والتصدير، زائد حقنا الدماء السائله على الطريق يوميا بل كل ساعه. يا نهار ابيض. لو حضرتك بصي شوفي في المحافظه، في كل يوم في المحافظه بيحصل تليفونات للاسعاف. والله وانا بكلم حضرتك دلوقتي في 3 عربيات موجودين حاليا بينقلوا لا حول ولا قوة إلا بالله. المتوفين على الطريق. فبقى الناس إذن سموه طريق هي الموت. مناشدة من فلاحي محافظة الجيزة لإيجاد أنفاق تسمح لهم بالعبور من أقصى اليمين إلى الشمال في الطريق الأبيض علشان يقدروا الطريق فعلا. الابيض اللي هو يربط من الدائري في محافظه الجيزه حتى الصحراوي، مرورا بارض اللواء والمعتمديه وناهيه وبني مجدول و برك الخيام، ابو رواش. تمام. الاماكن دي حضرتك بتقع في وسط محافظه الجيزه. يعني الشمال في امبابه والجنوب في الجيزه، اما الوسط اللي هو المعتمديه هذه القرى وناهيه الزراعية. الضواحيه دي تلت المحافظه تمام. كسكان وكزراعه. فلابد ان احنا بس يعني حقنا لدماء المواطنين. إن شاء الله. انا يعني مش بنقول دماء كمان رؤوس الماشيه، ده رؤوس الماشيه برضو بتهدر كل يوم بتموت، ولكن ده دماء المواطنين نفسهم. إن شاء الله الرئاسة احنا قدمنا هذا الطلب على شاشة قناة النيل العائلة. إن شاء الله الرئاسة تقدر إن هي تتدخل في هذا الموضوع بقراراتها الجريئة اللي احنا معتادينها، اللي دايما بتكون في صالح الفلاحين المصريين. وفعلا احنا لما رحنا اشتكينا في المكتب اللي هو المسؤول عن الطريق خاص بالإسكان ووزارة الطرق وكده، قال احنا تحت أمركم، بس يجي لنا أوامر واحنا ننفذ حقنا للدماء، وفي نفس الوقت المنتجات اللي هي مش قادرين توردوها نقدر نوردها كل نأمل يوم خيراً في إن أنفاق شاء آمنة الله. إن شاء الله. خلينا نتكلم تاني بقى في اتفضل. موضوع أسعار الخضر والفاكهة. اتفضل. مين اللي بيحدد أسعار الخضر والفاكهة؟ الأسواق العامة زي سوق العبور بتنزل الفاكهة فيه وبيحصل عملية مزادات على الفواكه والخضر وكده، وبيتم تغذية السوق المحلي كله، وما تبقى بيطلع على مكاتب التصدير يتصدر في المطارات وفي الموانئ. سؤال منطقي جدا. اتفضل. أحيانا بيبقى فيه ثبات نسبي في أسعار المنتجات الزراعية، أيوة. أحيانا تانية من يوم ليوم الأسعار بتختلف كليا. يا تزيد يا تقل، بيبقى طب حسب من إيه بقى؟ بيبقى ايه بقى حضرتك؟ بيبقى المنتج زاد ده امبارح ونزلت جبت النهارده. المنتج زاد. يعني انا النهارده مثلا نزل 70 جرار طماطم مثلا اليوم اللي بعديه نزل 100، يبقى في 30 جرار زياده، فممكن الاسعار تقل لان الطلب هو الطلب بس المنتج زاد، فتروح الاسعار ايه تقل، وهو في قلب المزاد تبدا الاسعار تقل. طيب هسأل حضرتك سؤال تاني. اتفضلي. ايه وجه العلاقة؟ هو دي هي نكتة، لكن في الآخر فيها بعد حقيقي بشكل أو بآخر. ليه أسعار الجرجير والخضار العادي والحاجات دي بترتفع، وإيه علاقة ده بالدولار؟ هقول لحضرتك، هو لو الانفاق اتعملت اللي اتكلمنا عليها دي، الجرجير هيرخص والبقدونس والكزبره وكله، لان الحاجات اللي هي مركونه هتنزل في الاسواق. زائد ايه موضوعها بالدولار وكده، ان اساسا لما بنيجي نستورد بذور، ما احنا عايزين البورصه تتعمل عشان يبقى عندنا بذور محليه، تمام. ننتج بذور محليه. فاحنا دلوقتي بنستورد بذور، فاحنا مش عايزين نستورد بذور. فلما بنستوردها لو الدولار بجنيه يبقى استوردنا بجنيه، الدولار لما ارتفع فوق من 20 و25 فبنستورد بال$25. طيب. فبيزيد. انما لو احنا انتجنا البذور محليا يبقى الدولار ارتفع نقص، احنا اكلنا وشربنا عندنا. طيب سؤال كمان. اتفضل. كل قطاع له مجموعة من العناصر التي لابد لها من ضوابط عشان ما يبقاش فيها أي شبهة فساد أو إهمال أو ما إلى ذلك. لو اتكلمنا على قطاع الزراعة، إيه هي أهم الحاجات اللي لازم يبقى فيها رقابة شديدة جدا علشان هذا القطاع يؤدي بكفاءة؟ لو حضرتك البورصة اللي بصدد دراسة ليها
يعني عاملين دراسه والمفروض وزاره الزراعه بتدرسها وتعمل بورصه زراعيه. لو اتعملت عايزينها تعمل ايه بقى؟ تبقى عامله لينك وتواصل مع الملحقين التجاريين في سفاراتنا بره، عشان يشوف كل يوم كل صباح يبدا يعمل داتا ايه المنتجات اللي عندنا، قد ايه كام طن، وزايدين عن السوق المحلي قد ايه، يبقى احنا محتاجين نصدر قد ايه. يبدا يعمل لينك مع المنتجين الزراعيين يقول لهم احنا عندنا كام الف طن عايزين نصدرهم، يبدا يفتح اسواق في الدول المتعطشه لهذا المنتج. والعكس برضو المنتج الملحق الزراعي يعرف ايه الزياده في الدول اللي بره، ونكون احنا متعطشين له في استيراده، نبدا نجيبه باقل الاسعار وباعلى جوده. فلازم البورصه دي تبقى عامله لينك مع الجمعيات المحليه في القرى، الجمعيات المركزيه في المحافظات، وصولا للهرم الزراعي الاتحاد المركزي التعاوني. تعمل لينك مع الروابط الزراعيه، رابطه منتج الرز، منتج القصب، منتج البطاطس. لأن تعمل حضرتك لينك عارف مع طبعا إن مع عقود الاستثمار مش المصدرين، مع بتحصل كل يوم. المستوردين. نعم يا فندم. عقود الاستثمار الزراعي والاستيراد ده التعاقديه، الزراعه التعاقديه. لا انا بتكلم في التصدير. ايوه. انت لو هتصدر ما ينفعش تقول اصل انا عندي شويه زياده النهارده فهصدرهم لك، لا بيبقى في احتياجات ثابته وعقود بتتعمل من قبلها بفتره. ماشي، ما هي دي شغله البورصه، ان هي بتبقى مسبق. بيجي للفلاحين والمزارعين يقول له ايه، احنا مثلا الاجزاء دي انتوا هتنتجوا وهنعمل لكم عقود تعاقديه وهناخد منكم ونصدر. تمام. فمثلا بيجي يقول ايه، احنا عايزين منتجات مثلا وليكن لصناعه الادويه، يبقى شيح البابونج والكاموميل والحاجات دي. فبنزرع، قبل ما بنزرع بنتعاقد. تمام. نتعاقد ونزرع، وبعد كده نديهم المنتجات اللي هت طيب. هتوفي السوق المحلي في الادويه وتتصدر. زائد برضو في زراعه تعاقديه اللي هي قصب السكر، بنجر السكر. ما اقدرش انا ازرع بنجر، تمام. هبيعه فين؟ مالوش سوق. همشي بعربيه واقول يا بنجر، ما لازم برضو المصانع بنجر السكر بتتعاقد معايا كفلاحين. بعد ما نتعاقد نزرع، وبعد ما نزرع وننتج نورد لهم، هم برضو هيوفوا المصانع بتاعتهم. وفي منتجات برضو بتبقى زياده تروح للتصدير. هو ايه اللي جد في نظام الزراعات التعاقديه عن ما سبق؟ العقود اللي هي ابرمت مؤخرا للمزروعات دي، في عقود اتبرمت لزراعه وده القطن كان لصالح المزارعين، لصالح الكل، لصالح المزارعين وللوزاره وللمنتجين وللمصدرين وللشركات الوسيطه، لكله. ليه؟ لان في منظومه اتعملت، بقى في نظام. وبعدين طبعا الناس دي بتبقى معاها سجلات تجاريه وبطاقات ضريبيه، يبقى تبقى حق الدوله، ما بقاش في تسرب. طب سؤال، معرفش بقى هي حضرتك هترتاح له ولا مش هترتاح له؟ اتفضلي. يقال انه الريف حاليا اصبح مختلفا تماما عن الريف زمان، وانه الفلاح اللي كان بيصحى من الفجر ما عادش بيصحى من الفجر، وما عادش ايقاع الحياه كله زي ما بيقولوا كده داعم للزراعه. الكلام ده حقيقي ولا لا؟ حقيقي، لان كان في ال20 سنه اللي فاتوا عدد السكان بيزيد في القرى ومفيش ارض زراعيه بتتجدد. وكنا بنطلب من الدوله عايزين ارض، نلاقي ناس من بره جايه واخده 100,000 فدان، والفلاح يقول له عايزين 5، يقول له مفيش. انما النهارده الحمد لله القياده السياسيه بدات في توسعه الرقعه الزراعيه، وبدات تترجم الماده 29 بان تلتزم الدوله بزياده الرقعه الزراعيه. الحمد لله القياده السياسيه ملتزمه 100% بتوسعه الرقعه فرجعت الناس تشتغل تاني بقى. لو توسعت الرقعه الزراعيه يبقى ما فيش دلوقتي بطاله في الفلاحين، هنبدا نقوم بدري نشتغل، لان في ارض اتوجدت، في انتاج، في كل حاجه. انا لما الاقي ارض هشتغل. تمام. انما لما يبقى في الارض بتنقرض وبتاع، يبقى طب ما هو دي مشكله. سؤال كمان، اتفضل. احنا لما بنتكلم على الزراعه والتفاصيل الخاصه بيها، احنا بنتكلم دايما على نقطتين: فكره وجود الفلاح المدرب، وفكره اهميه وجود الارشاد الزراعي. طالما في سلالات جديده، طالما في يبقى امراض جديده، طالما في افات جايه من اي مكان، يبقى لازم الارشاد الزراعي يكون اكثر فاعليه. اخبار الارشاد الزراعي ايه دلوقتي؟ والفلاح لو عايز يتدرب ازاي؟ احنا طلبنا من وزاره الزراعه يعني تنزل المرشدين بكثافه، فقال لك احنا عندنا مشكله ان احنا الموظف اللي بيخرج معاش ما بيتعينش
بديل له. تمام. وطبعا احنا كان المرشد الزراعي ده مهم جدا، لانه بياخد دورات في مراكز البحوث الزراعيه ويجي يترجمها معانا على ارض الواقع. فطبعا احنا دلوقتي لو يجيبوا ينزلوا الارشاد الزراعي كما كان وياخد دورات، يا اما اذا ما كانش فيه موظفين احنا بنقول ان ممكن الفلاحين ياخدوا دورات ارشاديه في مراكز البحوث الزراعيه على المنتج اللي هم طالبينه، سواء بساتين او حقول نباتات او خضروات، ونقدر نترجمها على ارض الواقع عشان نعلي الانتاجيه. وبصفه خاصه عشان الدوله متجهه لانها تحول الريف القديم من زراعه بالري بالاساليب القديمه. الاساليب القديمه كلها تتلغي، الري بالغمر ده هيتلغي ويبقى بالتنقيط. ولكن محتاجين الدوله تقف مع الفلاح عشان تدعمه في انه يحول الفدان بتاعه من ري غمر لري بالتنقيط عشان نوفر الميه ونعلى بالانتاجيه. اعتقد ده جزء صميم من مشروع حياه كريمه اللي بيطبق في عدد كبير جدا من قرى الريف، واللي ان شاء الله يقدر ان هو في مراحله الثلاثة، في مرحلة عدت وفي مراحل كمان جاية، يقدر ان هو يعيد تطوير كافة القرى المصرية لصالح المواطنين في هذه القرى وصالحنا احنا في كل مصر. الحاج مجدي ابو العلا، نقيب فلاحي محافظة الجيزة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا النهاردة، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات نتابع فيها كل ما هو جديد والخاص بالزراعة في مصر واحوال الفلاحين. شكرا جزيلا على وجودك. شكرا يا استاذه رندا، وبنشكرك وبنشكر قناه النيل العائله انها بتلقي نبض الفلاح على ارض الواقع. بنشكركم شكرا جزيلا. نورتنا يا فندم. العفو. مشاهدينا الكرام، بكده انتهت هذه الفقرة. بعد الفاصل فقرة أخرى، خلينا نتكلم بقى عن مؤتمر المناخ وما جد فيه وما استقرت عليه الأوضاع مع ضيفتي العزيزة، ولكن بعد الفاصل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، مشاهدي الكرام، نحن اليوم على موعد مع هذا الرجل سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل أوتي من الفصاحة ومن البلاغة ومن البيان، أوتي كثيرا بفضل الله عز وجل، ولكنه كان يستخدم لسانه هذا في هجاء النبي وفي العداء للإسلام والمسلمين. ولما وقع أسير في يد النبي صلى الله